من مصر إلى تونس إلى اليمن، فقد خرج عشرات الآلاف من اليمنيين إلى شوارع العاصمة صنعاء في تظاهرات دعت إليها المعارضة للمطالبة بتغيير النظام السياسي في البلاد. وخلال التظاهرات التي جرت من دون اشتباكات مع قوات الأمن، ندد المشاركون بسياسات الحزب الحاكم ومضيه في إجراء انتخابات منفردا وسعيه لتأييد منصب رئيس الجمهورية عبر تعديلات دستورية منفردة. وتزامنت هذه الاحتجاجات مع تظاهرات نظمها مناصرو الحزب الحاكم الذين رددوا شعارات مناصرة للرئيس علي عبد الله صالح. ولم تشر الأنباء إلى حدوث احتكاك بين أنصار المعارضة ومؤيدي الحزب الحاكم. المسيرات التي قامت اليوم والتجمعات حق اللقاء المشترك هي من حوالي من 800 شخص إلى 1000 شخص، وبالنسبة للمؤتمر الشعبي العام أقام مسيرات متلاطمة من حوالي من 3000 إلى 5000 شخص. هذا المسيرات إلى حد الآن لم يحدث فيها أي شغب أو خلالات أمنية أو الاعتداء أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، ودور قوات الأمن كما شاهدتوا في الميدان قامت بالحفاظ على هذه المسيرتين.